فيلمنا بيبدأ في جنازة سيزار زعيم القرود، وبيظهر إن قبيلة القرود حزينة جدا بسبب موته. وبعد مرور سنين كتيرة على موت سيزار بنشوف 3 قرود بيتسلقوا الجبل لحد ما بيوصلوا عند مكان معين وبيكون قريب من عش نسر، وبيفضلوا مستنيين لحد ما أنثى النسر بتبعد عن العش، وبعدها بيروحوا عند العش علشان كل واحد منهم ياخد بيضة من بيضة النسر. وبنعرف إن دي تقاليد بيتعمل في قبيلة القرود، وهو بيكون موجود في عش النسر 3 بيضات بس. فبيقول القرد نوى لأصدقائه أنايا وسنة إن كل واحد فيهم هياخد بيضة، وده لأن هما لازم يسيبوا بيضة في عش النسر، وده طبقا للعرف بتاع القبيلة بتاعتهم. وهو بيكون أنايا وسنة متضايقين لأن نوى مش هياخد بيضة، وبالتالي مش هيقدر يحضر حفل الارتباط واللي بيتم فيه الاحتفال بالقرود اللي بلغوا سن البلوغ. ولازم كل واحد فيهم يكون مسؤول عن النسر بيتولد على ايده وبيربيه لحد ما بيكبر، وبعدها بيكون النسر ده مرتبط بيه طول العمر. وبيكون هو محتار ومش عارف يتصرف ازاي، خصوصا ان هو يبقى ابن زعيم القبيلة، والكل مستني ان يتم تنصيبه كولي عهد للقبيلة من بعد موت ابوه. وبالصدفة بيشوف نوع عش نسر تاني، ولكن العش بيكون على قمة عالية جدا من الجبل، ولكن بدون تردد بيستخدم نوع فرع شجرة وبيبدأ يتسلق الجبل لحد ما يوصل للعش. وفجأة بترجع أنثى النسر وبتهجم على نوع وبيتوقعه من فوق الجبل، وبيكون نوع على وشك ان هو يموت، لكنه بيتعلق على جذع شجرة في آخر لحظة. وبيكون نوع قادر ان هو يحصل على بيضة النسر قبل ما يقع من فوق الجبل، وبعدها بينزلوا كلهم من فوق الجبل وبيستعدوا علشان يرجعوا على القبيلة. لكن نوع بيكتشف ان البطانية اختفت من على ظهر الحصان بتاعه، وبيشوف نوع واصحابه الكائن اللي اخد البطانية بين الاشجار. واول ما الكائن ده بيكتشف وجودهم بيجري منهم جوه الغابة، فبيجروا كلهم وراه لحد ما الكائن ده بيسيب البطانية قدام النفق، وبعدها بيدخل جوه النفق ده واللي بيكون بيوصل للناحية التانية من الوادي. ولما بيوصل نوع واصحابه هناك بيكتشفوا ان البطانية عليها دم، وان هو مش دم قرد زيهم، فبيخافوا وبياخدوا البطانية وبيرجعوا بسرعة للقبيلة. واول ما بيوصلوا هناك بيكون القرود الصغيرين مستنيينهم وبيكونوا عاوزين يشوفوا البيضة اللي كل واحد فيهم جابها، وبيطلبوا منهم يحكوا لهم عن اللي حصل في رحلتهم. وبعدها نوى بيروح لامه واللي بتكون فرحانة لانه قدر يجيب بيضة النسر، وبتطلب منه يروح لابوه لانه هو قاعد مستنيه. فبيروح نوى لابوه واللي بيكون اسمه كورو، وبيكون في البيت اللي بيربي فيه النسور. وبنعرف ان هو جاهز لحفلة الارتباط اللي هتتعمل تاني يوم، وده لان هو قدر يجيب بيضة النسر حسب تقاليد القبيلة. وبيحكي له نوع عن اللي حصل في الغابة، وبيكون معاه البطانية اللي عليها الدم. واول ما كورو بيشم الدم بيقول له ان ده دم بني ادم، وده معناه اللي سرق البطانية ده من البشر. وبيقول له كورو لابنه ان البشر ما انتهوش بعد حربهم مع سيزر، وان هم لسه موجودين، لكن اغلبهم بقى متخلفين بسبب الفيروس اللي اتنشر في العالم زمان. وبعدها نوا بينزل من البيت النسور وبيجي انايا وسنة وبيقعدوا معاه، وبيشوفوا كورو وهو بيطلب من القرد اسمه اودا ان هو يروح الناحية التانية من الوادي ده علشان يطرد اي حد من البشر موجود هناك. وبيظهر ان هو واصحابه ما شافوش اي بشر قبل كده، ولكنهم بيسمعوا عنهم حكايات من اهلهم. وبيجي الليل ونوا بيحس ان في حاجة غريبة في المكان، فبيدور عليه وبيكتشف ان هي بنت، واول ما بتشوفه بتجري بسرعة، فبيجري وراها وبيطاردها واللي كانها بتقدر تهرب منه. وبعدها بيكتشف نو ان البيضة اللي معاه اتكسرت اثناء المطاردة، فبيحس جدا بالحزن وبيروح لاصحابه وبيحكي لهم على اللي حصل. فبيزعلوا عليه لان الاحتفال مش فاضل عليه غير ساعات قليلة، فبيقرر ان هو يرجع للغابة عشان يجيب بيضة النسر قبل الاحتفال ما يبدأ. وبيركب حصانه وبيمشي مسافة طويلة جوه الغابة، وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي جثث قرود لابسة أقنعة على وشها، وبيظهر إن في معركة حصلت في المكان ده. وفجأة بيجي أودا وبيكون مصاب على وشك الموت، فبيتخض نوا من اللي بيحصل، لكنه أودا بيطلب منه يهرب بسرعة، وبعدها بيموت. وفجأة بيسمع نوا صوت قرود كتير جايين ناحيته، فبيجري بسرعة بيستخبى بين الأشجار، وبيشوف واحد منهم وهو بيقول لقائدهم اللي اسمه سيلفا إن أودا قتل 2 من قبيلهم. ولما سيلفا بيشوف البطانية اللي عليها الدم بيعرف إن هي تخص البنت اللي هما بيدوروا عليها، فبيفتكر ان اودا وقابلته مخبيين البنت عندهم. وساعتها بيظهر حصان نوا، ولما سيلفا بيشوفه بيسحقه بالعصاية اللي معاه، فالحصان بيخاف وبيجري وبيرجع للقبيلة اللي هو جاي منها. فبيجري سيلفا والقرود المقنعين ورا الحصان علشان يعرفوا مكان قبيلة القرود وبيقتلوا كل اللي فيها. فبيتخض نوا بيجري وراهم بسرعة لكنه بيوصل متأخر، وبيتصدم لما بيلاقي القرود المقنعين حرقوا قريته وبيشوفهم وهما بيقتلوهم، وبيخطفوا قرود كتير من قبيلته. واول ما نوا بيشوف امه واصحابه مقيدين بيروح لهم بسرعه وبيحررهم، ولكن بيجي قرد مقنع وبيصعقه بالعصايه اللي معاه، فبتهجم ام نوا واصحابه على القرد وبيسيطروا عليه. فبيجري نوا وبيطلع بيت النسور وبيلاقي ابوه بيحرر النسور كلها
علشان ينقذهم، فبينضم ليه ان هو بيقدر يحرر النسور كلها. وفجأة بيلاقوا سيلفا قدامهم، فبيهجم عليه كورو وبيشتبكوا سوا في قتال قوي. وبيظهر ان سيلفا اقوى من كورو وبيسيطر عليه، فبيحاول ان هو يساعد ابوه وبيهجم على سيلفا، ولكن سيلفا بيرميه بره البيت، ولحسن الحظ بيتعلق نوع في الحبل قبل ما يقع على الارض. وبعدها بيجي سيلفا وبيصعقه، وبيقع نوع من فوق البيت وبيغمى عليه، وبيفوق نوع تاني يوم وبيلاقي القرية كلها اتدمرت ومفيش اي حد موجود فيها، لكنه حصانه قدامه، وبيلاقي كمان عصاية من اللي كانت مع القرود المقنعين على الارض. وبعدها بيلاقي جثة ابوه قدامه، فبيقرب منها وهو بيبكي لحد ما هو بيدفن ابوه. وبيقف قدام قبره وبيوعده ان هو هينتقم من اللي قتله وهيرجع القبيلة بتاعتهم للقرية من تاني. وبيكون النسر واقف وبيودع ابو نوى هو كمان، وبعدها نوى بيركب حصانه وبيروح يدور على القرود المقنعين لحد ما بيوصل للنفق اللي في الغابة، وبيشوف اثار اقدامهم، فبيعرف ان هم راحوا الناحية التانية من الوادي. فبيمشي نوى ورا اثار الاقدام لحد ما بيعدي للناحية التانية، وبيكمل بعدها في طريقه وبيلاقي قدامه الوشاح بتاع امه، فبيعرف ان هو ماشي في الطريق الصح. وبيحتفظ نوع بالوشاح وبيكمل في طريقه لحد ما بيجي الليل وبيبات في الغابة. فبيصحى نوى تاني يوم وبيلاقي النسر صديق أبوه قدامه، فبينده عليه علشان يكون معاه في رحلته، ولكن النسر بيرفض وبيسيبه وبيطير. فبيكمل نوى في طريقه وبيشوف دخان في مكان بعيد، فبيروح ناحية المكان ده وفجأة بيقع جوه فخ وبيتعلق في غضون الأشجار، ولكنه بيقدر يحرر نفسه وبيقع على الأرض. وفجأة بيظهر قدامه قرد اسمه راكو وبيهدده راكب العصاية القرود المقنعين، وبيكون فاكر واحد منهم، فبيقول له نوى ان هو مش منهم، وبيعرفوا ان القرود المقنعين دمروا قريته وقتلته ابوه وخطفوا كل افراد قبيلته، وبيعرفوا باسمه وبيقول له ان هو بيدور عليهم علشان ينتقم منهم. فبيطمنوا لراكا وبيمدوا لايده وبيعرفوا بنفسه، وبياخده في جولة في المكان، وبيقوله ان هو كان عايش في المكان ده مع صديقته، ولكن القرود المقنعين قتلوه صديقته، وده لان راكا وصديقته بيبقوا اخر نسل من قبيلة سيزر. فبيستغرب نوع بيقوله ان هو سمع القرود المقنعين وهم بيهتفوا باسم سيزر، فبيفهموا روكا ان زعيم القرود المقنعين اسمه بروك، ولكنه مسمي نفسه سيزر على اسم قائدهم الاسطوري. وبيقوله ان هو في قرود كتير ما يعرفوش حاجة عن سيزر واللي عمله علشان القرود، وبيقوله ان هو اللي وحد صفوف القرود وجمعهم سوا. وبعدها بيديله قلادة سيزر وبيقوله ان هو ورثها عن اجداده وان هو محتفظ بيها لحد دلوقتي، وبيطلب كتاب مخبيه وبيعرفوا ان الكتب دي هي الكنز اللي ورثها عن سيزر. وفجأة بيقف نوع قدام لوحة الجدار وبيكون مرسوم عليها بشر، وبيكون هو مستغرب من شكلهم لان هو ما شافش اي بشر قبل كده. فبيعرفوا ركا ان القرود زمان كانوا متعايشين مع البشر، وده معناه ان البشر والقرود ممكن يعيشوا سوا تاني، وان هو لما يشوف اي انسان يساعده زي ما سيزر وصاهم. وبعدها بيقرر نوع ان هو يكمل في رحلته، فبيروح يدور على مكان قبيلة القرود المقنعين، ولكنه بيشوف البنت عند الحصان فبيزعق لها وبتخاف البنت منه وبتجري. فبيتعصب راكا وما بيكونش عاجبه اللي عمله نوا، فبيقول له نوا ان البنت دي هي السبب في كل اللي حصل. فبيرجع راكا وبيجيب حصان وبيروح هو ونوا علشان يدوروا عليها. وهما في الطريق راكا بيفهم ان هو لازم يساعدوا البشر لان هما ضعفاء ومش فاضل منهم كتير على الكوكب. وبيجي الليل وبيقعدوا نوا وراكا في مكان في الغابة علشان يستريحوا شوية، وبعدها يكملوا رحلتهم من تاني. وفجأة بيلاقي البنت قدامهم، فبيرميلها راكا تفاحة علشان تاكل، فبتاخد البنت التفاح وبتاكله، وبيظهر ان هي جعانة وماكلتش بقالها فترة. وساعتها راكا بيقول ان هو ان هي كانت بتمشي وراهم لان هي بتدور على اكل. وبيلاحظ راجع ان البنت بتترعش لان هي بردانة، فبيرميلها وشاح ام نوى علشان تحط على جسمها ويدفيها. وساعتها بيقرر راجع ان هو يسميها نوفا، ده لان الاسطورة بتقول ان القرود بيسموا اسم ده للبشر اللي هما ما يعرفوش اسمهم. ولما راكا بينام بيقوم نوى بيتمشى في المكان لحد ما بيلاقي نفسه قدام تلسكوب عملاق، فبيقرب منه وبيبص في العدسة بتاعته، وهو بيكون منبهر لما بيشوف الفضاء. وبيتفاجئ نوى ان نوفا هي كمان بتقرب من التلسكوب وبتبص فيه وبتكون مستغربة ومنبهرة زيه بالظبط. وتاني يوم بيحكي الراكع على اللي حصل وبيقوله ان البنت دي ذكية وبتفهم زيهم، لكن راكا ما يكونش ما بيصدقه وبيتجاهل كلامه. فبيقرر ان هو ياخد نوفا معاهم في رحلتهم. اثناء ما هما ماشيين بيلاقوا قدامهم مجموعة من البشر، وبتتفاجئ نوفا لما بتلاقي البشر بيشربوا من البحيرة بطريقة بدائية، وبتبص عليهم وهي حزينة لان البشر انحدروا وبقوا متخلفين. وساعتها نوا بتقول لراكا ان رحلتهم كده انتهت، وبيعرف ان هو هيروح يدور على قبيلته. فبيودع راكا وبيدوروا قلادة سيزر علشان يفتكروا، وبيقول له ان هو يفضل مع البشر علشان يساعدهم.
لكن اول ما نوا بيمشي من المكان بيهاجم سيلفا ومجموعة من القرود على البشر وبيجروا وراهم وبيخطفوهم، وبتحصل حالة من الفوضى، وبتبعد نوفا عن راكو وبتفضل تجري بكل سرعتها علشان تهرب منهم. في اللحظة دي نوا بيشوف سيلفا وهو بيجري وراها علشان يمسكها، فبيجري عليها بسرعة وبينقذها من سيلفا في آخر لحظة. وبعدها راكا ونوا بياخدوا نوفا وبيهربوا بيها من المكان بسرعة. ولما بيوصلوا لمكان بعيد نوا بيقول لراكا ان البنت دي بتتكلم، وبيقول له ان هي ندهت عليه باسمه وعلشان ينقذها. ومبيكونش راكا مصدق كلامه نوا كالعادة، ولكنه بينصدم لما بيلاقي نوفا بتقول لهم ان هي بتتكلم وان اسمها مي. فبيقعدوا معاها وبيسألوها نوا هي ليه كذبت عليهم، فبتقول له ان امها قبل ما تموت وصتها ان هي ما تتكلمش علشان تحافظ على حياتها، ولكن هي اطمنت ليه هو وراكا وعرفت ان هما مش هيأذوها. وبتقول لهم ان هي عارفه مكان قبيله القرود المقنعين، وبتعرفهم كمان ان قبيله نوا موجوده هناك. فبيقول لهم راكا ان هما التلاتة لازم يتعاونوا سوا بيكملوا رحلتهم وينقذوا قبيلة نوا. بعدها بيوصلوا للنهر وبيعدوا من فوق الجسر الخشب، وفجأة بيهجم عليهم سيلفا والقرود بيحاصروهم من كل اتجاه. فبيحاول نوا ان هو يدافع عن راكا ومي وبيشتبك مع القرود، وساعتها بتقع مي في النهر وبينط وراها راكا علشان يساعدها. ولكن سيلفا بيكون مسيطر على نوا وبيقطع الحبل اللي مسك فيه راكا وبيسيبه يغرق في النهر. وبعدها سيلفا واللي معاه بياخدوا نوا ومي وبيرجعوا بيهم على قبيلته. وهناك نوا بيلاحظ ان القرود بينوا سد حوالين القبيلة علشان يحموهم من مية البحر وما يغرقوش فيها. وفجأة بيلاقوا أصحابه وأمه وبيكونوا فرحانين جدا لأن هما لسه عايشين. أما مي في القرود بيسحبوها جوه أوضة، وبتستغرب مي لما بتلاقي الأوضة مليانة بالكتب. وفجأة بيظهر قدامه شخص اسمه تراف وبيعرفها بنفسه وبيقول له ان هو بيعلم ملك القرود القراية علشان يفهم حضارة البشر. فبتتضايق مي لان تراف بيساعد القرود. وفجأة بيسمعوا صوت الطبول وبتتضح ان ده استقبال للملك بروك زعيم القبيلة. وبيقف بروك قدام القبيلة وبيتكلم معاهم بحماس علشان يحفزهم. وبعدها بيأمر الجنود ان هم يفتحوا باب مخزن كبير جدا. فبيحاول سيلفا وكل القرود ان هم يفتحوا الباب ولكنهم بيفشلوا، ده لان الباب بيكون ضخم جدا وصلب لانه مصنوع من الحديد. وبتتصدم مين من اللي بيحصل، وبتعرف تراف ان هو لما بيحكي لبروك عن المخزن، وبتقوله ان المخزن ده مليان اسلحة مختلفة، ده غير ان هو فيه اجهزة متطورة جدا وما ينفعش القرود تحصل عليها لان ده هيخليهم يقضوا على باقي البشر اللي موجودين على الكوكب. لكن تراف بيقولها ان البشر عمرهم ما هيتطوروا، دليل ان عدد الاذكياء الباقيين منهم قليل ومش هيقدروا يواجهوا القرود اللي سيطروا على الكوكب خلاص. وبعدها سيلفا بيروح لنوا وبياخده على غرفة بروك، وهناك نوا بيلاقي تراف ومي. وبيقول بروك لنوا ان هو اختار ان هو يبقى زعيم قبيلته بعد موت ابوه، ده غير ان هو قام برحلة مع واحدة من البشر وده يدل ان هو قرد ذكي. وبيقول له بروك ان هو عاوز يخلي القرود تتطور ويبقوا زي البشر، وعلشان كده هو عاوز يفتح المخزن ويحصل على كل الادوات اللي جوه لان الادوات دي هي اللي هتساعده في التطور اللي هو بيحلم بيه. لكن مي بيتقطع وبتقوله ان ده مستحيل يحصل، فبيوريها بروك الخريطة اللي كانت مع زمايلها، وده لما جم قبل كده علشان يفتحوا المخزن. وبيقولها ان هو كان عاوز يقبض عليهم علشان يجبرهم يفتحوا المخزن وياخد كل حاجة فيه، ولكن زمايلها قاوموا القرود والقرود موتتهم. فبتتضايق مي وبتقوله ان الحاجة اللي جوه المخزن دي تخص البشر ومش من حقه ان هو يستولي عليها. لكن بروك بيقولها ان المخزن ده ضمن حدود مملكته وبالتالي يبقى ملكه هو مش ملك البشر. وبعدها بروك بيسأل نوا اذا كانت مي حكت له على طريقة فتح المخزن، وبيقول له نوا هو مصدوم وما جابتلوش سيرة عنه نهائي. وبعدها بروك بيتكلم مع نوا لوحدهم وبيقول له ان هو مش لازم يثق في البشر نهائي، وبيعرفوا ان هو محتفظ بيهم بس علشان هو محتاجهم وعلشان يعملوا اللي ازاي يستخدموا الادوات اللي فيه. وبيطلب منه ان هو يساعده علشان يلاقي طريقة فتح بيها المخزن وساعتها هيحقق حلمه ويسيطر على الكوكب كله. وبعدها بيقضي على كل البشر اللي فيه. فبيسكت نوا وما بيردش عليه وبيكون حاسس بالاحباط، ده لان هو مش لاقي حل علشان ينقذ بيه اهله من ايد بروك. وفجأة بيجي النسر وبيقف على ايده زي ما كان بيعمل مع ابوه، وساعتها الامل بيرجع لنوا بيتحمس لان هو حس في اللحظه دي ان هو قائد قبيلته فعلا، وبيقرر ان هو ما يستسلمش ويفضل يدور على طريقه علشان يقضي بيها على بروك. وبعدها بيروح نوا لمي واللي اول ما بتشوفه بتعتذره وبتقوله ان هي كانت واحده من اللي جم علشان يفتحوا المخزن وان هي الوحيده اللي فضلت عايشه علشان كده هي خافت تحكيله.
فبيسألها نوع اللي هي عايزاه من المخزن، فبتقوله ان هي محتاجة كتاب علشان يساعد البشر ان هم يرجعوا يتكلموا ويتواصلوا مع بعض زي زمان. فبيقول لها نوع ان هو هيساعدها بشرط ان هي تدمر السد اللي بيحمي القبيلة من البحر. فبتوافق ميو وبتحط خطة علشان ينفذوها سوا، وبعدها نوع بيروح لأصحابه أنايا وسنة وبيطلب منهم يساعدوه في تنفيذ الخطة، فبيوافقوا بدون تردد. ولما كل القرود بتنام بيروحوا وبينضموا لمي، وبعدها بيروح على السد وبيبدأوا في زرع فيه المتفجرات. وفجأة بيجي ترافو بيقول لها إن هي حتى لو فجرت السد بروكها هيبني واحدة غيرها. فبيقرب منها مي وبيطلب منها يضم عليهم علشان يساعدوا البشر، لكن ترافو بيرفض وبيسيبها ويمشي علشان يروح يبلغ بروك. فبتهجم عليه مي وبتخنقه لحد ما بيموت، وبعدها بتتخلص مي من جثته وبتاخد نوع واصحابه وبتمشوا بيهم من طريق سري لحد ما بيوصلوا لمكان معين، وهناك بيتسلقوا الجبل لحد ما بيوصلوا لسطح المخزن، وبيقدروا يدخلوا المخزن عن طريق فتحات التهوية. وبعدها بتروح مي عند لوحة الكهرباء وبتشغل الإضاءة اللي في المخزن، وبيطلب من نوع وأصحابه إن هما يستنوا لحد ما ترجع لهم، وبتسيبهم وبتدخل لغرفة التحكم وبتاخد الهارد اللي عليه كل البيانات. في الوقت ده ان هو واصحابه بيلاقوا قصص للاطفال وبيكون مرسوم فيها القرود وهم في القفص، فبيتضايقوا جدا وبيحسوا ان هم ساعتها ان بروك عنده حق وان هو لازم يثق في البشر. وبتيجي مي وبتقوله ان هو هيفتح باب المخزن، وبتعرفه ان هو لازم يخرج وياخد قبيلته وبيمشوا من المكان بسرعة قبل ما يتفجر السد وتغرق المكان. واول ما باب المخزن بيفتح بيتفاجئ ان بروك مستنيهم قدام الباب، وبينبهر بروك اول ما بيشوف الاسلحة اللي جوه المخزن، وبينده بروك على كل قبيلة نوع وبيقول لهم ان هو قدامهم ان هو يضحي بيهم، وهو امن بالبشر. وبيأمر واحد من القرود ان هو يمسك سونا صاحبة نوا وبيهدده هيقتلها لو ما قالوش على كل حاجة موجودة جوه المخزن. وفجأة بتطلع مي مسدس وبتضرب القرد اللي ماسك سونا وبتموته، فبيخاف القرود كلهم بما فيهم بروك نفسه، وبيقولها ان هي حرة وتقدر تمشي من المكان، وبيشاور على المسدس وبيسألها اذا كان في جوه زيه. وساعتها نوا بيبص لمي لان هي عارفة ان هي هتفجر السد علشان تغرق القبيلة والمخزن علشان بروك ما يستخدمش الاسلحة اللي في المخزن ضد البشر. فبيحاول نوا ان هو يخلي مي ما تفجرش السد علشان قرود قبيلته كلها موجودين وممكن يموتوا، ولكن مي بتعتذر له وبتجري بسرعة ناحية المتفجرات وبتفجر السد، وبعدها المية بتغرق المخزن كله. وبيصرخ نوا على القرود علشان يستخبوا من المية، ولكن مجموعة منهم ما بيلحقوش وبيستخبوا وبيغرقوا. فبيساعد نوا اللي بيقدر عليه منهم، ولكن سيلفا بيهجم عليه وبيوقعوا في المية، ولكن نوا بيقدر ان هو يهرب منه، وبتحصل بينهم مطاردة لحد ما نوا بيستدرك سيلفا ناحية المواسير، وساعتها بيتحشر سيلفا ما بين المواسير وما بيقدرش يتحرك بسبب حجمه، وبيفضل يقاوم علشان يحرر نفسه ولكنه بيفشل وبيغرق وبيموت. وبعدها نوا بياخد قبيلته وبتخرج بيهم من المخزن عن طريق فتحات التهوية، لكنه بيلاقي بروك قدامه وبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه، وبيقول ان البشر هيسيطروا على الارض وهم يرجعوا عبيد عندهم، وبيقول له ان هو عمره ما يسمح بكده وان هو هيبني مملكته تاني، وبيقول له ان هو لازم يقوم ويرجع قدامهم قبل ما يموتوا. وبيكونوا كل القرود مش قادرين يدافعوا عن نوا لان عارفين ان بروك اقوى منهم كلهم، وبيقع نوا على الارض وبيكون تعبان من كتر الضرب. وفجأة بيشوف النسور في السماء، فبيقف نوا وبيفضل يغني بطريقة معينة، فبتستغرب بروك وما بيكونش فاهم نوا بيعمل كده ليه، وبيستغرب اكتر لما بيلاقي القرود كلها بتغني زي نوا، وبتكون الاغنيه دي هي الطريقه اللي ابو نوا بيستدعي بيها النسور. وبتيجي النسور فعلا وبتهجم على بروك وبترميه من فوق الجبل، وبعدها نوا بيرجع هو وقبيلته لقريتهم وبيعيدوا ابنائها من جديد. وبيتفاجئ نوا لما بيلاقي مي جايه تزوره، وساعتها بتقوله ان هي جايه علشان تودعه، فبيتضح ان نوا متضايق منها ولان هي كانت السبب في موت عدد كبير من قرود قبيلته. فبيتقوله ان الاسلحه اللي في المخزن دي ملك للبشر ومش ملك للقرود، فبيديها نوا قلادة سيزر علشان تفضل فاكره ان القرود ممكن يعيشوا في سلام مع البشر. وساعتها مي ماسكه مسدس ومخبياه لان هي كانت خايفه من نوا، ولكنها بتطمن وبتاخد منه السلسله وبتكون متاثره وبتودعها وبتمشي. وبعدها بتروح مي لمكان بعيد في الصحراء، وبتخرج من المكان ده زميلتها واللي بتكون لابسه بدله وقائيه، وبتاخد منها الهارد اللي هي جايبته من المخزن، وبترجع تدخل المبنى تاني وبيظهر ان المكان ده عباره عن ملجأ لمجموعه من البشر. وبتروح زميلة مي لزميلها وبتديله الهارد، فزميلها بيحط الهارد في جهاز اتصالات الجهاز وبيشغل، وبيقدروا يتواصلوا مع اشخاص موجودين في مكان تاني على الكوكب. في الوقت ده مي بتكون واقفة قدام اطباق الارسال، وبتكون فخورة جدا اللي هي ساعدت زميلتها علشان يتواصلوا مع البشر، وبالتالي هيساعدوا بعض ويرجعوا الكوكب لهم من تاني. في الوقت ده بيكون هو عند التلسكوب اللي هو شافه بالصدفة في الغابة، وبيبص ان هو في التلسكوب بيظهر ان هو شاف حاجة معينة في السماء.